السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا. الحقيقة اللي انا بقالي فترة ما صورتش اي حاجة، بس لان كنت مشغولة. بس خلاص ان شاء الله نلتزم مع بعض. النهاردة عايزة اقول لكم ان النهاردة عيد ميلاد ابني مراد الصغير، بقول له كل سنة وانت طيب. وبالمناسبة دي بفكر اعمل له تورتايه كده، وتعالوا نشوف هنعملها ازاي، ويا رب تطلع كويسة وتعجبكم. معايا اول حاجة 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونوش بالتلاجة، او لو طلعتيهم من التلاجة خليهم نص ساعة برا لحد ما تسخن. معاهم كوب من السكر اهو، مع ظرف فانيليا. بالشكل ده. معلقة خل، وهضربهم كويس قوي مع بعض بالمضرب لحد ما لونه يفتح. ضربته لحد ما وصل معايا للون الفاتح ده ويرتفع كمان معايا. هضيف عليه نص كوباية زيت على ربع او معلقة كبيرة سمنة بلدي. الحقيقة ان انا بحب السمنة البلدي قوي في الكيك. انت ممكن تحطي كله زيت طبعا، دي حاجة بترجع لك انت. وهضيف كمان نص كوباية لبن، تكون ساقعة ما تكونش سخنة. وهضرب تاني اهو. معايا بقى هنا كوبايتين من الدقيق الاسبونج، طبعا انا نخلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. هضيفه كله مرة واحدة. وكمان معايا معلقة بيكنج باودر، على ذرة ملح، على بيكنج صودا، ولو عندك محسن دول ممكن تحطي. بسم الله اهو. هقلب كل ده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وصلت عندي بالقوام ده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، واتأكدت ان هي اتقلبت كويس. عندي صينية مدهونة زيت وفرشتها ورق، هنزل عليها كده. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده اهو. وهفردها وهدخلها في فرن طبعا مولع مسبقا على درجة حرارة 180. هولع من تحت بس. الكيكة اللي هي السبونج الجاهزة دي ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير قوي. بعدين لما نطلعها نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين طلعت، بس انا قلبتها على ورقة زبدة، هسيبها تبرد خالص. طبعا عملت واحدة تانية بالشوكولاتة بالشكل ده، هسيبهم يهدوا خالص عبال ما اجهز الكريم شانتيه بتاعهم. يلا بقى نحضر مع بعض الكريم شانتيه. معايا هنا كوبايه من الكريم شانتيه الخام. بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان كوبايه الا ربع من السكر الحليب، السكر اسفل البودر. ونص كوبايه من الماء الساقعه فيها التلج اهو. هضربهم وارجع لكم. وده بقى القوام بتاع الكريم شانتيه عندي اهو بالشكل ده. طبعا انا عماله مفكره ان انا بصور وعماله بتكلم، لقيت نفسي الكاميرا فاصله. فحقكم عليا في المقطع ده. طبعا انا حطيت الطبقتين، قسمت الكيكه نصين وحطيت الطبقتين كريم شانتيه. دلوقتي هعمل صوص الشوكولاته وهسيب دي في التلاجة دقيقه تمسك نفسها، لان الجو بصراحه حر جدا. صوص بقى الشوكولاته في الخلاط. معايا كوبايه الا ربع من الحليب او اللبن بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نص كوب من الكاكاو الخام بالشكل ده اهو، مع 3/4 سكر بودر، 3/4 كوبايه.
وده شكل التورته بعد ما انا زودتها. طبعا انا كنت فاكره ان انا بصور، بس معرفش ايه النهارده اللي حصل في الكاميرا علشان تفصل مني كل شويه كده. يعني هي التورته بسيطه جدا، بس الحقيقه ان الجو حر جدا مسيح لي الكريمه والشوكولاته بطريقه وحشه جدا. فمش عارفه اعمل ايه، مش مشكله. وكل سنه وانتم طيبين، وابني مراد واخواته بالف خير يا رب، ويبارك لنا في باباهم، وكل سنه وكلكم بالف خير. طبعا دي طريقه بسيطه جدا عملتها سريعه، بس طبعا الحر زي ما قلت لكم سيح لي كل حاجه. لو مش الحر كان هيبقى زي الفل. اعملوا لنا بقى لايك، وان شاء الله نحتفل بالليل وننزل لكم من عيد الميلاد. باي باي، مع السلامه.